تعالوا اقول لكم ممكن تروحوا فين. مكان قريب من القاهرة، ساعة ونص بس من القاهرة، وتكونوا في اوتيل فيه تقريبا كل حاجة انتوا محتاجينها. انا روحت كانكون العين السخنة، ده على طريق الزعفرانة. اوتيل جميل ولطيف. في غرف وفي كمان فيلل برايفت بول. هنا الممشى اللي بيودي على البحر، هو الاوتيل صف اول على البحر. الاوتيل فيه 2 بول للكبار بس، دول فوق ال18. هو ده تحفة بصراحة، بيكون فيه زي شезлونجات كده وهادي جدا ومفيهوش اي اطفال، هو بس بيكون للكابلز او لحد فوق ال18 سنة. فاجمل حاجة فيه بصراحة ان ما بيكونش بقى فيه دوشة، بيكون هادي جدا. ده بقى الشط بتاع البحر. هو البحر للأسف هناك صخري، بس لو بتعرفوا تعوموا تقدروا تنزلوا من المارينا، بس لازم تكونوا تعرفوا تعوموا لأن العمق بيكون على عمق 5 متر. ده منظر الشط. هنا بقى أنا كنت بتمرجح في مرجحة كده جميلة جميلة على البحر، وكمان في زي كده ميني أكوا بارك. هي مش أكوا بارك، هي الحاجة للأطفال بس برضو لطيفة لو انتوا معاكوا طفل أو حاجة. هنا ده بقى البرايفت بول بتاع الفيلا. ده بجد الخصوصية فيه حلوة جدا، بتنزلوا براحتكم لو انتوا مثلا محجبين وعايزين تنزلوا براحتكم، مبيكونش في اي حد كاشفكم من الفلال اللي جنبكم. ده بقى المنظر بالليل، بيبقى فيه زي نايت شو كده، احنا بنروح بالليل نتفرج عليه. بيبقى عاملين بيبقى فيه شو كده، فيه فقرات مختلفة، يعني حاجة تسلينا لو مش حابين تطلعوا برا عشان خاطر يكونوا برضو بعيد شوية عن البلد نفسها. ده بقى النايت شو اللي بيكون موجود في الاوتيل، بيكون فيه كذا فقرة مختلفة، يعني فقرة تنورة، وبيكون برضو فيه يا اما كذا حاجة تانية بقى، يعني يا اما مغني يا اما دي المرجحة اللي موجودة في برايفت فيلا. بقولكوا عليها ان انتوا تقدروا تخشوا عليها وتنزلوا البحر من خلالها عادي. هنا كنت باخد بقى القهوة بتاعتي بس بجد المكان جميل، يعني هو هادي جدا جدا جدا، وتقدروا ان انتوا تروحوا يومين تستجموا فيهم. وبرضو في الاوتيل بيكون في تقدروا تحجزوا فطار غدا عشاء inclusive، او تقدروا تحجزوا فطار وعشاء بس. ده البوفيه لما تيجي تكلموا بعض في فطار الموضوع بس. مش بتريق بس احنا هنا بقى متفقين. هوريكوا البوفيه عامل ازاي. ده البوفيه بتاعهم، ده كان العشاء. دي الحلويات برضو في كذا، بيبقى في كذا نوع. هو البوفيه مش كبير قوي، وبس فعلا جودة الاكل طعمها كويس جدا، يعني طعم الاكل حلو، وفي يعني هو التنوع مش كبير، بس يعني فعلا الحاجة جودتها كويسة. ده العشاء. وده الفطار بقى، بيكون فيه مخبوزات فعلا حلوة قوي، في كذا نوع من المخبوزات، وبيكون في مشروبات برضو سخنة وباردة، عصاير وكده. بيكون في بقى كل حاجة فطار للفطار، فيها برضو سوسيس وكل انواع اللانشون والجبن وزبادي وعسل، وبرضو فاكهة موجود برضو. بيبقى فيه كورن فليكس، ويبقى موجود فيه برضو حاجات تانية صحية بقى، شوفان وكده، وكل انواع المربى اللي ممكن تتخيلوها بس ففعلا لا، هو لطيف، وتقدروا ان انتوا تروحوا يومين كده تفصلوا فيهم في حتة قريبة، ومش مشوار بعيد تضيعوا اليوم كله في مشوار، تبقوا رايحين برضو تعبانين، متلحقوش ان انتوا برضو ترجعوا لو عندكم شغل او حاجة. فهو بصراحة حاجة كويسة. هنا بقى بيدوكوا كل غرفة يعني بيكون ايس بوكس تقدر تحط فيها الحاجات الساقعة اللي معاك عشان ما تسخنش من الجو. ده برضو كان الفطار بس في يوم تاني. في برضو كل يوم على فكرة، يعني اللي لاحظته بيبقى فيه حاجات متنوعة اكتر في الفطار، يعني بيبقى فيه حاجة مختلفة عن اليوم اللي قبله. بالاضافة طبعا الحاجات الاساسية، الفول، البيض، البطاطس، الحاجات دي دايما موجودة في الفطار. ده بقى انواع الجبن واللانشون اللي كانت موجودة في الفطار. اللي لاحظته بقى ان الرنجة موجودة كل يوم، مش عارفة ايه السبب بصراحة. وهنا بابا غنوج وطحينة ومخللات وحاجات دي ترابيزتي بقى في الفطار انا وصحابي.
الحاجات اللي احنا كنا جايبينها للفطار نفطر بيها مع بعض. فبجد يعني هو اختيار هيكون مناسب جدا لحاجة قريبة مش بعيدة، تقدروا تقضوا فيها اجازة لطيفة، وفي نفس الوقت يكون موجود فيها يعني اغلب الحاجات اللي انتوا ممكن تكونوا محتاجينها. هنا كان العشاء، وبرده كل يوم العشاء بيبقى متغير، مثلا يوم مشويات، يوم كان سي فود، جمبري بقى واسماك وكده. وبجد لا هو يعني كاوتيل حاجة تقدروا ان انتوا تفصلوا فيها، فهو مناسب جدا. شكرا، اشوفكم في ريفيو تاني قريب، اقول لكم على اماكن تانية تقدروا تروحوها وتقضوا فيها وقت لطيف. شكرا، باي باي.